عنوان حلو قوي يا مهاب الحقيقه. هي از ريكورد بريكر. ده انت انت محطم للارقام. انت عامل ايه؟ عقله بالرجلين؟ ده انا بمسك بصابع رجلي في العقله وبلعب كده بطني، يعني زي بيطلعوا عليا الرجل وطواط. لا والله الوضع ده صح. الصحيفه دي ايه او دي الايجيبشن جاز. ده جميل قوي، بس احنا برضو عايزين نشوف الاختصاصات. وده ايه؟ الرجل وطواط. شاب مصري يسعى لدخول موسوعه جينيس. ده كانت قبل 8/3. بس هو انا زي ما بقول لحضرتك نعدلها بقى، شاب مصري دخل موسوعه جينيس. اهو بالظبط اهي. مصري يدخل جينيس ب 46 تمرين ضغط على اصبعين. اعتقد ان يعني المانشيتات دي لازم الناس تقف عندها وما نعديهاش كده، مش مجرد مانشيت في جورنال. ونعرض مشكلته كمان يا مهاب، الراجل اللي عنده مشاكل. لا بس هي المشكله الاداريه. هل يعني محمد تابع للمجلس القومي للرياضه؟ هو بقى بس هي ملهاش اتحاد. انا بقى دلوقتي ولا شاب مصري فتابع للمجلس القومي للشباب والدكتور سيف الدين خلبوش؟ بص انا اقول لحضرتك على حاجه. انا برضو لما جيت دخلت في روتين ممل داخل الوزاره، لان انا لفيت فعلا دور في وزاره الشباب والرياضه. ده انت مش تابع للاتحاد. المجلس ده لا انت تابع لديه، ولا انت تابع لاتحاد البوكس، ولا انت تابع لاتحاد كونغ فو، ولا انت تابع لاتحاد قوه بدنيه، وانت عمال بتلف وما بتوصلش لحاجه. انت واخد، احنا عندنا هنا سيرتيفيكيت. طب الجمباز طيب مثلا؟ ولا انت تابع للجمباز، لان برضو اللي انت بتعمله يعني كان في دكتور ياسر. طب كان في اتحاد القوه اللي هو برضو ما انتش تابع ليه. انت بتعمل تمارين سويدي. ما انا مش عارفه الحقيقه، انا مش مصدقه. هو ليها في اتحاد في امريكا، في اتحاد في بعض الدول العربيه، اتحاد لياقه بدنيه اتعمل. ايه الشهاده دي يا محمد؟ ديت من الاتحاد الافريقي في الاصابات. دي الاداره المركزيه دي تبع مجلس القومي للرياضه. انت ليك نشاطات ثانيه يعني موضوع. لا انا اصلا خريج تربيه رياضيه ومدرب اعداد بدني. دي شهاده من الاكاديميه الأولمبية. طب كليه التربيه الرياضيه ما فيش مثلا مسانده او دعم اللي انت واحد لا برضه لا خريجينها؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، هو كل واحد بيرمي على الثاني، مش زي بره كل واحد بيحاول ياخد النجاح وينسبه لنفسه. بس انت يعني لا كل واحد عامل انجاز. ده المفروض هم اللي يتسابقوا. انت تبقى مع مين حتى ينسبوا النجاح ليهم حتى؟ ده كله كان قبل. يعني انا كل الحاجات اللي انا بقول لحضرتك عليها دي مريت بيها كانت قبل. انا ده اول ظهور ليا بشهاده جينيس في التلفزيون او في الاعلام. بس من شهر 3 لشهر 10. بس احنا كنا متابعينك يا محمد على طول يعني. طبعا، بس هو انا اول ظهور ليا، لان انا الشهاده طبعا غابت قوي على بال ما جت، لان انا بسجل بالطريقه المجانيه. وانا الحمد لله خلاص دخلت الموسوعه كده، الحمد لله في حاجات كتير سهلت قوي. خلاص بعد كده حتى تبقى اسرع، اجراءاتك اسرع بعد كده. الحمد لله. انا جالي برضو الضغط على صباع واحد بايد واحده، صباع واحد من الصبعين. الرقم في 30 ثانيه 25 عدى. عامل واحد صيني. في فلوس بتيجي في اي جوانب ماديه لو سجلت حتى ولا خدت اي حاجه؟ لا 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 خالص. لا هو بقى دلوقتي اللي انا بعمله ان انا بدور على سبونسر. طبعا هو بيستفيد ان انا ببقى المصري اللي بيخش موسوعه جينيس مثلا في ثاني رقم او في ثالث رقم او في رابع رقم ان شاء الله. وفي نفس الوقت هو بيستفيد من دوت بمنتجه، باعلام منتجه. يعني انا ما عادش حاطط كل طموحي على وزاره الشباب والرياضه. يعني المفروض رجال الاعمال والناس المهتمين بان هم يكونوا يعني هم اللي يسعوا لك. يعني مهاب انا شايفه بدون طبعا ذكر اي اسماء لاي منتجات ان انت واجهه طيبه جدا لمنتجات كتير جدا. كفايه بتقول بتجري 12 ساعه على التريد ميل. ده انت يعني مشروبات الطاقه بقى والمنتجات الالبان والحاجات اللي هي ده كله شركه من اللي بتعمل تريد ميل. يعني اولا ما فيش تريد ميل بيستحمل اكتر، يعني مثلا 4 ساعات. في لقطه معاك اهوت. مش بس بمحتاج جهاز معين كمان. يعني التريد ميل اللي انت هتلعب عليه غير اي واحد. مش اي تريد ميل. مش اي يعني انت لوحدك ممكن تروج لمجموعه هائله من المنتجات اللي هو يبقى السبونسر بتاعك. انا مرحب بحاجه زي دي، وانا ان شاء الله يعني احتمال قريب. انا كلمت السيد المحافظ وهو بصراحه يعني شاكرا بيرد علي على التليفون على طول. يعني دي ابسط حاجه، دي حاجه ممتازه. محافظ الجيزه ولا القاهره؟ محافظ الغربيه. ورحب جدا ان انا اكسر رقم في طنطا. انا اتمنى ان انا ارد له الجميل، لان هو بصراحه يعني احنا عايزين بس نقول يا جماعه إن ما ينفعش ان محمد يسوق نفسه. المفروض محمد اول حاجه الناس هي اللي تسعى له، مش هو اللي يسعى لان حد يكون راعي ليه. يعني ده كنز. الناس اللي مش عايزه تستغل الكنز ده يبقى امال بس بيصرفوا فلوسهم في حاجات غير ذات قيمه. واحنا عندنا القيم الحقيقيه اللي تخلي الشباب المصري يعني يعملوا اكتر من كده كمان يعني. وعنده طموح ومخطط وكمان هو انسان بسيط يعني قادر ان انت توصل تقريبا من الصفر. عارف تعمل نفسك وعارف تتحدى. يعني انتوا كنتوا صورتوا عندي في البيت. انا العقله عندي في الجنينه.
العقله عندي في الجنينه بلعب الضغط عصايه يعني وكوزين اسمنت والحاجات اللي يعني لا هو يعني بص حضرتك يعني لا هو موضوع كوزين اسمنت ده ما حدش حابب يعمله لان هي طبعا حتى دلوقتي علميا اللي انا الحمد لله بشتغل علميا بيبقى ده وزنه مختلف عن ده ما انصحش بيها حد تمام. انما لو قدرت تظبط التوازن مفيش مشكله اي حاجه مش مشكله. العقله بس انا بالنسبه لي ما بحبش العب باتقال، بحب العقله ان انا اقلب جسمي اقف على ايدي والعب بيها ضغط. اللي هي فيها تحمل ما هياش فيها قوه، هي تحمل اكتر. هو تحمل في بعضها بيبقى فيها تحمل بس قوه، محتاجه اعصاب في بعضها بيبقى فيه تحمل قوه طبعا. ما هو انت حضرتك لما تلعب ضغط على دراعاتك الاثنين لما تلعب ضغط على دراع واحد انت كده قلبتها من تحمل قوه لقوه يعني بقى فيها عنصر القوه بقى اكبر من عنصر التحمل. المشكله كمان ان محتاج غذاء معين وحاجات معينه طبعا بتتاخد يعني. طبعا بص حضرتك انا دلوقتي طبعا عشان انزل الف على ان انا مثلا اشوف شركات او كده طبعا ده بيكلفك انت بياخد من وقتك كمان كمجهود، لان انا واحد بتمرن 12 ساعه وانا لما اجري 12 ساعه التريدمين دولت بجريهم امتى وانا نايم؟ ما انا بجريهم في وقت الصبح. انت بتشتغل يا محمد؟ انا بشتغل مدرب لياقه بدنيه بس طبعا مع ان انا بدات اتمرن في ال 12 ساعه دولت فخلاص فصلت كل تمرين ما اقدرش ادرب بقى خلاص. بجري 12 ساعه، بجري 12 الصبح 12 بالليل وبنام بصحى كل يوم باكل وعلى كده كل يوم بتجري كل يوم. من 12 لازم الصبح انا عايز اظبط اداء معين تمام. حتى اليوم اللي ما بعملش فيه انا باخد يومين راحه في الاسبوع. اليومين اللي ما بعملش فيهم ببقى قاعد بعمل تمرينات معينه للنفس 20 30 كيلو كده تستريح فيهم. طب اكيد اهلك بيساعدوك يا محمد، يعني احكي لي جو البيت اللي هو قادر يستحمل الاراده دي كلها وان انت توفر الوقت ده كله. انا اقول لحضرتك على حاجه، هو البيت في اول رقم قبل رقم موسوعه جينيس كان كان بيساند وانا كنت قريت فاتحه وكانت برضو كانت بتساندني. طبعا مع كسر اول رقم وطبعا ما فيش حاجه وبتجري 12 ساعه في اليوم 12 ساعه في اليوم بس انا اقول لك طالع اجري على الاكل عيشي يعني انت بتجري جري يعني. فطبعا ما فيش رد فعل ما فيش مقابل. طبعا بدا البيت عندك يقول لك اهدى بقى واعقل وشوف مستقبلك. مع انه ده اصبح اللي انت بتعمله عليك ضغوط كمان في البيت بدل ما مساندين لا عنصر ضغط كمان. لا ما هو انا دلوقتي كان في الاول كان كل الدفع اللي حضرتك عايز تشوفه موجود. دلوقتي طبعا الدنيا مفيش مقابل في العمليه بقى برضه. لا يعني مش بس يعني. مقابل ده انت عمال بتصرف وعمال تحط وعمال تعمل وعمال تخلي وعمال